ارنولد قال في الدوكيومنتري بتاعه ان هو كبر في مكان كان بيكرهه جدا، وكان كل حلمه ان هو يخرج بره المكان ده ويبدا يشوف العالم، وفعلا بدا يخرج من المكان اللي هو فيه عشان يبدا الكومبيتيشن بتاعته. لما بدا يروح علشان يكمبيت لقى ان معظم الناس اللي معاه بتكمبيت كانوا بيتضايقوا قوي من الاماكن اللي هم نازلين فيها، كانوا بيتضايقوا من كتر التمرين اللي هم بيتمرنوه. الحاجات دي بقى ما كانتش بتضايقه خالص. ليه؟ لان ايا كان المكان اللي هو رايحه هو احسن بكتير من المكان اللي هو نشأ فيه، واللي هو من كتر ما كانش متقبله كان هو الموتيف ان هو يخرج من الحياه دي ويبتدي حياه جديده. ايه اللي انا عايزه اقوله؟ اللي انا عايزه اقوله ان احنا كتير بنمر بتجربه سخيفه، علاقه كانت غير صحيه بالمره، شغل كان فيري دريننج، كبرنا في منطقه كانت كبتانه وما ادتناش المساحه ان احنا نقدر نكون نفسنا ونطور نفسنا. بس احنا بنقدر نتعامل مع الموضوع بشكلين. لا اما رقم واحد يبدا ان انا عقليه الضحيه هي اللي تستحوذ عليا، فابدا ليه يا ربي كده؟ وليه انا حظي كده؟ وليه الناس التانيه عايشه كويس وانا مش عايش كويس؟ او ارفض جدا جدا الوضع اللي انا فيه لدرجه ان انا ابدا احط كل طاقتي ومجهودي ان انا اخرج من العلاقه دي، ان انا اخرج من البلد دي، ان انا اطور نفسي عشان اسيب الشغل ده واروح شغل تاني. وهي دي الحاجه اللي احنا لازم نركز عليها. لو انا قدرت اعيش كل مشاعري واتضايق واغضب وكل ده حقي، بس بعد ما خلصت الغضب والاكسبريسنج عن انا قد ايه انا متضايق، بدات اقول ايه الرساله اللي التجربه الصعبه دي جايه تديهاني؟ ليه انا بمر بالتجربه دي؟ ايه الحاجه اللي انا محتاج اعملها عشان حياتي تبقى افضل؟ اكيد هتفرق كتير.